تشكيل الشباب اول حاجه لازم الشباب يكون متدرب فعلا على حاجه زي كده، اللي هو يقدر يمسك المسؤوليه ويقدر يتعامل معاها. فانا بسمع عن اللي هو التدريب الرئيس عبد الفتاح السيسي قايم بيه، اللي هو تدريب الشباب على اللي هو القياده. فوالله لو الناس قدمت يعني فيه وبداوا يتجاوبوا معاه والكلام ده، هيقدروا مثلا يبقى عندهم خلفيه في قياده العمليه السياسيه، واللي هم يقدروا يتولوا اللي هي المناصب القياديه مثلا في الاحياء والمحافظات والكلام ده. البلد محتاجه تدي الشباب الثقه ان هم يقدروا يعملوا كذا. يعني المشكله عندنا في البلد ان المناصب العليا كلها تقدر تقول محجوزه للسن الكبير بناء على حاجات كتير منها الخبرات. محتاجين خبرات عشان تدير البلد والكلام ده كله، بس احنا ليه ما نديش الشباب الثقه ان انتوا تقدروا تعملوا كده؟ لازم الشباب ياخدوا فرصتهم في المجالس المحليه وفي البرلمان اكتر، لازم، لان هم اكيد لهم فكره اكتر، هم حاسين بمشاكل الشباب، هيقدروا يقدموا افكار او هيقدروا يقدموا حلول جديده يمكن غايبه على الساحه او غايبه عن افكار الحد اللي بقاله فتره. اي حد عموما لما يبقى فتره في مكان معين تحس ان افكاره بتقدم او عقله ما بيبقاش دايما عنده طموح، ما بيبقاش دايما عنده ابداع اكتر، ما بيبقاش عارف يقدم جديد اكتر. اولا هو لازم يعني الشباب يتعدي كويس عشان يقدر ان هو يمسك، يبقى ليه يعني مثلا يبقى وزير مثلا او رئيس او اي حاجه. لازم يتعدي الاول عشان خاطر يوصل للمرحله دي. ما ينفعش يوصل للمرحله دي مره واحده، يعني ما ينفعش مثلا واحد ما عندوش اي خبره نلاقيه نازل انتخابات مجلس الشعب. هو الصراحه المفروض ان احنا ندي فرصه للشباب اللي هو زي في السن الصغير بس عبقرة، بس مش المفروض ان احنا ندي فرصه لواحد يعني مش مبدع في مجال. فلما نلاقي مبدع زي شاب زي او زي اي شاب من الشباب، المفروض ان احنا نديله فرصه ونديله مجال اكبر ان هو يشتغل اكتر، وان احنا نطلع عباقرة جداد. اهلا بكل مشاهدينا من جديد. انضم لنا النهارده في الاستوديو دلوقتي، نورتني وشرفتني دكتوره رنا زيدان، معاون وزير الصحه. اهلا بيكي يا دكتوره، منورانا. اهلا بحضرتك. دي حاجه من الحاجات اللطيفه، نتاج للتمكين. احنا عندنا تمكين 2 في 1 في المنصب اللي موجود معانا، تمكين للمراه وتمكين للشباب في نفس الوقت. انتوا عندكم في الطب الدنيا اصعب كمان من باقي الوزارات، ظروفكم صعبه وبنهاجمكم كتير وبنزعل منكم كتير، وبرضه بتزعلونا طبعا ساعات، بس مش دي قصتنا النهارده. لكن خلينا نتفق ان انتوا يمكن الضغوط الاعلاميه بالاضافه للضغوط الاخرى الاداريه عندكم كتير جدا. ففكره اختيار معاونه لوزير الصحة دي في حد ذاتها، هل هي يعني في الأساس مسج كده أو رسالة بيتم إنها تتبعت، لأنه يا جماعة السيدات قادرات على تحمل الضغوط، يا جماعة السيدات قادرات على اتخاذ القرار، ولا هي جت كده حظك كان حلو؟ لا، هي الحقيقة لما فتحوا الباب للترشيح، هما كانوا زي ما قال زميلي دكتور محمد، كانوا حاطين كرايتيريا كده أو مقومات معينة لازم تكون موجودة في الشاب، منها التعليم الإداري، أن يكون عندها شهادات أو عنده شهادات في الإدارة، خبرة في الإدارة كمان، واللغة وكده. وانت عارفة البنات شاطرين في المذاكرة. فاتقدمنا يعني تقريبا كان اللي متقدمين 50-50 ستات ورجالة. اللجنة اللي اتشكلت كانت فير معانا، وانا جايبه ذا بيست سكور، فاعلى درجه فيهم. لكن اكيد مسج وجود سيده في المناصب القياديه او في المناصب حتى القريبه من صنع واتخاذ القرار. ايوه، دي حاجه مسج للمجتمع وللسيدات، ان ذاكري واجتهدي واشتغلي، الطريق مفتوح سواء راجل او ست، طالما مجتهد هيتوصل. فمتهيألي يعني ده حملني شويه مسؤوليه ان انا اكون بقى زي الرجاله بشتغل ليل نهار وما افضلش اقول انا عندي بيت ولو سمحتوا وانا لازم اروح بدري وكده. كان مسؤوليه اكبر عليا، لكن الحمد لله يعني اجتهدت على قد ما اقدر ان انا اكون قدها. ان شاء الله يا رب، وانا عارفه ان شاء الله لازم هتكوني قدها بعد المجهود الكبير اللي عملتوه عشان تكونوا يعني من المجموعه النهائيه اللي تم الاختيار منها. عايزه اتكلم عن حاجه قبل ما ارجع تاني في اسئلتي للدكتوره رنا. جو من الود كده دخل الاستوديو، دكتوره رنا دخلت سالت على دكتور محمد، سال عليها وسالت عليه، ولقيتهم بيسالوا على بعض وعلى زمايلهم، وكأن الموضوع جو اسري عائلي ظريف جدا. هل ده
المفروض يكون عليه الشكل الاداري. انتوا بقى عشان شباب بتغيروا الدنيا وبتحاولوا تخلوا الموضوع قريب يعني من بعض، بحيث ان احنا لو عندنا مشاكل اداريه بتوقف الدنيا او بتعطل الامور، عن طريق ان انتوا يمكن خدتوا دورات مع بعض، عن ان انتوا خدتوا دورات تجهيزيه والاداره وللقياده، اتعرفتوا على بعض، قلبتوا الموضوع قد يكون مزيد من الزماله والصداقه، بحيث ان احنا نقدر نعدي اللخبطه اللي موجوده عندنا. بصي ديفنتلي مجموعه من الشباب سنها قريب من بعض، عندها نفس الباك جراوند ونفس الهدف. خلي بالك انه اللي بيتقدم اصلا للوظيفه بتاعه معاون وزير دي موسلي عنده هدف انه يعمل حاجه كويسه، لان هو مش مضطر خالص انه يقعد يشتغل من الصبح لحد بالليل ويتبهدل ويذاكر اكتر وكده. لا بس خلينا نتفق انها جنب ان هو مش مضطر انه يعمل كده، بس هي دي حاجه كويسه يعني، هي حاجه كويسه هتتحسب جدا ان انتوا المجموعه الاولى، الاعداد لفكره المنصب ناس كتير بتبقى عايزاه، برضو ده زي ما بنتكلم عن المزايا نتكلم عن العيوب والاثنين مع بعض. بس حتى المجموعه الاولى دي محتاجه قدر من الجرأه، لانه كنا في الاول لما قدمنا ما كناش عارفين ايه اللي هيكون بعد كده، ايه اللي هيحصل معانا، طب احنا هيبقى شكل شغلنا ايه. اعتمدنا يعني قدمنا بناء على قرار رئيس الوزراء سنه 2014، وكانت الفكره جديده جدا وما كناش عارفين احنا ايه اللي هيقابلنا من القيادات. كنتوا مصدقينها؟ احنا كنا ولا تخيلتوا ان ده ممكن يكون اعلان كده يعني عشان نقول ان احنا عملنا حاجات كويسه، وعشان نقول ان احنا تخيلتوا ان الموضوع هيبقى فيه فعلا عليكم مهام، وتخيلتوا ان فعلا هيبقى الامور هتتعمل عن طريق امتحانات مش بس زي ما احنا متعودين وسايط وحد يعرف حد، ولا دخلتوا تجربه واتخضيتوا من الحاجات بقى اللي مريتوا بيها؟ انا شخصيا كنت مصدقه، كنت حاسه انه بجد؟ بجد كنت مصدقه انه في تشانل. حضرتك ديفنتلي ملاحظه ان الموضوع بتاع معاونين الوزراء ده جزء من منظومه لتمكين الشباب. يعني في كلام كتير عن تمكين الشباب، في اكتيفيتيز كتيره جدا، في خطوات قد نكون احنا اول الخطوات دي على النطاق الاداري، لكن كان واضح ان الطريق ابتدى يتفتح للشباب. دي اول حاجه. تاني حاجه كان عندي حلم وامل، هو مش متوقع ان انا اغير بلدي بس باني اتكلم، لازم احاول اجتهد وابني مع اللي بيبنوا واتعلم ونمي قدراتي وكده. فده رايي انا الشخصي، انا كنت مصدقه. في ناس تانيين قالوا زي ما حضرتك بتقولي كده، عشان كده بقول لحضرتك اول مجموعه لازم تتميز بالجرأه. هو مش انا اللي بقول، هو انا بعرض كل وجهات النظر هنا، بس علشان برضو نبقى بنعرض وجهه النظر الاخرى وحضرتك تردي عليها. الناس في الاول كانت متخيله انها حاجه محطوطه كده يعني لتزيين المكاتب، ان احنا هنجيب مجموعه شباب وهناخدهم معانا في كل الاماكن ونصورهم، وتبقى صور الشباب بتبقى برضو الشباب شكلهم حلو كده وبيدوا طاقه الصوره، فهنحطهم في الصور وهيبقى موجودين معانا في التمكين. الوضع اختلف خالص. الوزراء كانوا لغايه دلوقتي كل الناس اللي انا قابلتهم من معاونين الوزراء، ودي مش النهارده بس، انا معايا النهارده 2 من معاونين الوزراء، وانا يمكن دي خامس لقاء ليا مع معاونين الوزراء. الجميع اجمع بعيدا عن شاشات التلفزيون، يعني عشان ما حدش مثلا قلقان من مديره ولا حاجه، ان الوزراء كانوا متفاهمين، وفي منكم اللي دخل يعني اقتنص مهام لنفسه، وشاف ان هو عنده من القدرات انه يدخل، ودخل عرض ان هو يعمل حاجات زياده عن اللي كان مكلف بيها. الحماس والسبيريت والحاجات دي كلها جات لكم ازاي؟ حماس الشباب ولا حماس الدراسه ولا حماس التدريب، وكل ده دخل مع بعضه فاداكوا ثقه كده وثقه بالنفس ودخلتوا وطلبتوا؟ بصي يعني انا هتكلم عن نفسي. من وجهه نظري انا شايفه ان الجو العام لازم يكون فيه حماس. يعني اذا ما كانش الشباب يبقى عنده حماس انه يبني ويمد ايده مع اللي بيبنوا ويساعد وينمي قدراته عشان ينفع بلده، مين هيعمل كده؟ يعني اذا احنا ما عملناش كده مين هيعمل كده؟ طيب دي اول حاجه. وده يرجعني سؤال حضرتك، احنا ازاي بقينا اصحاب كده؟ احنا عندنا نفس الهدف، اهدافنا كلها ان احنا نشارك في بناء بلدنا، وده هدف هيخلينا غصب عننا قريبين من بعض. بلس ان احنا حاولنا بقربنا من بعض نقرب، نكسر الجزر المنعزله بين الوزارات لحد كبير. مثلا في المنتدى الوطني للشباب في مثلا بعض المشروعات بتتطلب زي ما قال لك دكتور محمد كذا وزاره تشتغل مع بعض، ده اسهل بكتير قوي على الليفل بتاعنا من الليفل القيادات. بس انتوا قيادات يعني الحمد لله مشروع قوي مشروع.
فوجودنا مع بعض، شغلنا مع بعض، التنسيق ده ما كانش هدفنا بيبقى واحد. موجود، وده واحد من المشكلات اللي احنا بنعاني منها، ان حتى التنسيق بين الحاجات الصغيره، الحي جاي يعمل كهرباء بعد ما نكون سفلتنا حالا دلوقتي نقوم كاسرين الحاجات اللي عملناها. التنسيق ده بنفتقده. انتوا دخلتوه وابتديتوا تفعلوه، وفي حاجه بالفعل ابتدت تحصل من خلال هذا التنسيق ولا لسه بنحاول؟ طبعا اكيد بنحاول، لسه اهدافنا اوسع بكتير، اكبر بكتير قوي من اللي احنا فيه دلوقتي. لكن على مستوى مثلا المنتدى الوطني للشباب ده حاصل بشكل كبير، وده بيسرع امور كتيره جدا. احنا معاكم على فكره في المنتدى، وهنصور جميل. تفصيله وهنيجي نتكلم فيها ان شاء الله هنا. يعني لما بنقعد مع الشباب هم من سني وكمان بيتكلموا عن حاجات انا اشتغلتها بايدي، فبيعرضوا رؤى وبيعرضوا افكار. لما بتكلم معاهم من القلب بتوصل لهم اسرع، قدره على التواصل بين افراد الجيل، ابناء الجيل الواحد اكيد اسهل. فلما بيلاقوا وزير الصحه، معاون وزير الصحه مع معاون وزير البيئه مع معاون وزير السياحه مع معاون وزير التعليم العالي، كلنا قاعدين مع بعض وبنتفق على حاجه، دفنتلي بيصدقونا وبيحسوا انه احنا فعلا واخدين كلامهم محمل الجد. واحنا حقيقي يعني انا شفت شباب في المنتدى الوطني للشباب، حقيقي انا فخوره يعني ان الولاد دول من السن الاصغر مننا، يعني سن ثانوي وجامعه وكده، لا ولاد عندهم طاقه، عندهم حماس. اذا كنت حضرتك بتتكلمي عن حماس، لا تعالي اتفرجي، يعني هتشوفي حماس اكتر بكتير، ناس نفسها تعمل حاجه كويسه قوي في بلدها. ربنا يوفقهم. الافكار دايما بتبقى هي المحرك الرئيسي، يعني هي فكره صغيره جدا ممكن تنقل الشخص نقله تانية خالص، وممكن تنقل البلد كلها نقله تانية خالص. المشكله بس عندنا ان احنا بتبقى قدامنا عوائق كتير قوي، ان احنا بنفكر وبعدين نبقى عارفين ان الموضوع هيقف في الاخر في درج مكتب بتاع حد لسه راح يشرب كوبايه شاي وما رجعش تاني مثلا. الشكل الاداري المترهل اللي احنا بنشوفه في التلفزيون. الصحه عندنا فيها مشاكل كبيره، بالذات لو بنتكلم على الملف بتاعكم، لكن الافكار ممكن تحل لنا واحده من المشاكل دي، بعيدا عن مشكله التمويل اللي احنا عارفين ان احنا وانتوا عندنا مشاكل فيها فظيعه كلنا. الافكار ممكن تنقل الملف الصحه ده كله نقله تانية، ولا مفيش الكلام ده؟ احنا محتاجين برضو في الاول وفي الاخر امكانيات. لا طبعا في اوت اوف ذا بوكس ايدياز، بس الافكار دي لازم تبقى مدروسه وعلى اساس. في بعض الافكار من اللي شفناها في المنتدى افكار قابله للتطبيق. مين اللي قدمها؟ شباب الباحثين، الشباب الموجودين في المحافظات. كانوا بيتكلموا عن تدوير القمامه زي ما عرض زميلي دكتور محمد، كانوا بيتكلموا عن افكار صنع في مصر كمبادره. المحور بتاعي في مثلا شاب طالب ثانوي عرض علاج للسرطان، اختراع بالنانو تكنولوجي، جهاز بالنانو تكنولوجي لعلاج السرطان. والحقيقه فعلا البحث بتاعه احنا عرضناه على لجنه في وزاره التعليم العالي بمساعده معاون وزاره التعليم العالي الدكتوره هيام طنطاوي، وقالوا ان البحث فعلا قابل للتطبيق والتنفيذ في شكل بايلوت، وبيساعدوه دلوقتي انه يكتب ورقه بحثيه متكامله عشان نقدر ناخد عليها نقدمها وناخد عليها فند او تمويل لصنع هذا الجهاز بالنانو تكنولوجي. جهاز صغير بيقدر يدخل جوه الجسم ويتارجت، يستهدف الحاجات دي الخلايا حقيقيه يا دكتوره رنا. كويس انك فتحتي هذا الموضوع، لان وكويس انك معانا عشان اعرف منك الحاجات دي حقيقيه. ساعات بنقراها كده وبنبقى مش عارفين الحاجات دي، بالذات لما نقراها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الويب سايتس وعلى الفيسبوك وكده، ان احنا بنبص نلاقي يقول طالب مش عارفه فين اخترع العلاج مش عارفه ايه. بنبقى حاسين فيها ساعات مش بتبقى جايبه نتيجتها، يعني ساعات الهدف منها وهي حقيقه، لان المواقع بتبقى مواقع موثوق فيها، يعني انها تبث الحماس وقتها بتجيب رد فعل عكسي، انه ساعات الناس تقول ايه يا جماعه الناس بتضحك علينا ولا ايه؟ معقوله ولد في اولى ثانوي يطلع علاج للسرطان والناس كلها في كل العالم قاعده عماله يمين وشمال تحاول تطلع؟ الحاجات دي حقيقيه فعلا وبيتم دراستها من باحثين وبيتم دراسه الحاجات اللي هم بيقولوها، ولا بتبقى بوادر وبعدين في الاخر لما تيجي ننفذها ما نلاقيهاش هي اللي المفروض تحصل؟ ما نقدرش نحكم عليها غير لما نبتدي نعمل لها زي دراسه سريريه بقى، يعني ننفذ المشروع ونبتدي ندرسها على مثلا حيوانات تجارب او كده، نقدر ساعتها نحكم. لكن ما ينفعش نحجر على فكره حد، يعني لو في شاب بحث وقرا وذاكر لدرجه انه وصل لفكره بحث، احنا لازم نفضل ماشيين وراه. لو قابلنا 100 شاب زي دول منهم واحد، احنا برضو كسبانين، مصر هي اللي كسبانه. طب
فده اللي بنحاول نعمله. شوفوا بقى حماس الشباب، لو كان قدامي حد تاني كان قال لي دلوقتي لا او ما ينفعش والناس متحمسه، لكن لما يبقى الشاب قريب من الشاب بيبقى مؤمن بالفكره. وبعدين مره معاكي ورا يا مره دكتورة رنا، كملي اتفضلي. ال 99 بقى اللي مش هينجحوا مره ورا مره هيوصلوا، لانه يعرفوا الطريقه اللي ينجحوا بيها. بالظبط. يعني في مقوله بتقول ان كل مره فشل هي مره في طريق النجاح، هي سلمه في طريق النجاح. فهو كل مره هيحاول في بحث، حتى لو فشل، حتى لو كان بحث مش مظبوط هيوصل في الاخر لو هو مصمم يوصل يعني. انتوا كام معاون لوزير الصحه؟ 4. كام بنوته وكام ولد؟ واحده بس. انت واحده بس. وكام معاونه للوزراء بصفه عامه موجودين؟ لا انا مش حافظه الرقم، بس انا عارفه معاونه وزير السياحه، عارفه معاونه وزير التعليم العالي، دول اصحابي المقربين. طيب ليه انا عندي 4 معاونين لوزير الصحه؟ محتاجه ليه 4؟ هو حقيقه كانت في الاول متقسمه ملفات. احنا 2 اطباء و2 صيادله، فكان في 2 صيادله ماسكين ملف الدواء، ملف اليقظه الدوائيه، وفي 2 اطباء ماسكين انا كنت ماسكه المستشفيات او الرعايه الصحيه، وفي دكتور احمد سبكي كان ماسك الجوده والاعتماد اللي هي برامج الجوده وكده التدريب. فهي ملفات، والحقيقه ان الوزير محتاج مش 4 معاونين، ده محتاج اكتر بكتير. لو فعلا في قدره ان في شاب مؤهل يشتغل وهيعمل فرق في الملفات اللي ماسكها، اكيد هتبقى اضافه، لانه الشاب بيتحرك اسرع وبيبقى عايز يثبت نفسه برضه، عنده حماس وعنده اوت اوف ذا بوكس، افكار خارج الصندوق. فيا ريت يعني يا ريت نكتر نبقى كتير قوي. بتروحي المكتب الساعه كام؟ 9 8:30 9. وبتمشي الساعه كام؟ لا حسب، ممكن اقعد لحد الساعه 11 و12 بالليل. طيب عندنا مدرسه اداريه كده بتقول القصه مش بالوقت، القصه باللي صحيح. بنقدر ننجزه. صحيح. انتوا بتنفذوا ده كشباب، ولا ضغط الوقت قوي بيجبركم ان انتوا تنجزوا وكمان في وقت كتير؟ يعني لو احنا بنقعد الناس كلها تشتغل 8 ساعات، انت مضطره تشتغلي 12 وتنجزي بتاع شغل مثلا بتاع 26 28 ساعه في ال 12 دول. وحماسنا ان في الوقت القصير اللي احنا فيه في المهمه دي نعمل فيها نثبت نفسنا ونعمل حاجه كويسه، بيخلينا نشتغل واحنا مش حاسين بالوقت خالص. يعني انا دلوقتي بشتغل على ملف تبادل الخبراء بين مصر والعالم، بشتغل عليه ليل نهار، ويعني لو اطول اشتغل عليه 24 ساعه، في ال 24 ساعه اشتغل، لاني عايزه الملف ينجح وعايزه يعمل اثر ويوصل خدمه. الموضوع احكي لي بقى شويه عن الملف ده. الملف ده تعاون بين وزاره الصحه ووزاره الهجره، بخصوص احنا عندنا علماء مصريين كتير قوي في الخارج، اعلام في الطب. بنبسط قوي لما بسمع وزاره ووزاره الاثنين بيحصل بينهم. لا الحقيقه ده تعاون احنا متعودين على الشغل في الجزر المنعزله. انا بريبورت دايركتلي معالي وزيره الهجره ومعالي وزير عندنا، وهما الاثنين تابعين الملف بشكل يومي. تمام. عندنا اعلام في الطب في العالم ومصريين وعايزين يخدموا نفسهم يخدموا بلدهم. معي مبادره لان احنا نقول لهم اتفضلوا، احنا عندنا مناطق اندر سيرفد يعني او فيها نقص في الخدمات، بعض الخدمات الطبيه هم اعلام فيها، فبيجوا فعلا مجانا يقدموا الخدمه الطبيه دي في مستشفيات حكومه في مناطق نائيه او حدوديه او الصعيد، ونجيب الاطباء المصريين يتدربوا، وفي نفس الوقت يبقى المريض خد خدمه طبيه عاليه مستوى، والطبيب المصري الموجود في المكان تلقى تدريب عالمي، وفتحنا اتصال بين الطبيب المصري والطبيب بره. والحقيقه ان الاطباء المصريين مش رحبوا بالمبادره، انا يعني مش مصدقه قد ايه هم مبسوطين وبيعرضوا ان هم يجوا وبيتحملوا نفقاتهم وكجزء من انتمائهم للبلد. ده من ضمن حماس الشباب، يظهر حماس الشباب معدي. هو موجود بس كان محتاج انه يعني يتلمع شويه عشان يقدر يظهر. انتوا بتنسقوا مع بعض، اتكلمنا عن الوزارات عارفه تنسق مع بعض كويس. جوه بقى وزاره الصحه انتوا عارفين تنسقوا مع بعض كويس؟ الملفات بتاعتكم عارفه تشتغل مع بعض في مكتب واحد يعني، فبننسق مع بعض. ده برضو وجود على فكره، يعني احنا مش الشباب الوحيدين اللي بيشتغل في الوزاره، احنا عندنا المكتب الفني لمعالي الوزير مليان شباب، عندنا مديرين ادارات شباب، عندنا مديرين مستشفيات شباب، عندنا المتحدث الاعلامي شاب. فاحنا عندنا كم يعني واضح انه في الفتره الاخيره معالي الوزير مهتم جدا بتمكين الشباب، او يعني مصدق في تمكين الشباب او واثق في اداء الشباب، فعمال بيشيلهم ويتابعهم ويديفلوب قدراتهم، يطور قدراتهم. فاحنا عدد كبير جدا من الشباب، ما تفرقش بقى معاون من عضو المكتب الفني من كده، كلنا بنشتغل مع بعض، بنكون فرق عمل، والحماس زي ما بقول لحضرتك معدي. كل ما حد بيدخل معانا في المنظومه بيتحمس معانا وبيشتغل اكتر.
لما بنلاقي الوزير في الشارع بنفرح قوي، بنقول الله ده وزير وبيقوم بجولات واحنا مبسوطين ان احنا لاقيين الوزير حوالينا. احنا بقى معاون الوزير بيتهيألي ان مكانه اكتر، الله يعينكم على الشغل اللي انتوا بتعملوه في المكتب، لكن انتوا بقى حركتكم اخف بكتير، فمكانكم في الشارع اكتر، في وسط الشباب اكتر، ولا مكانكم فعلا في المكتب لان انتوا لسه وراكم حاجات كتير قوي لازم تحصل؟ وغصب عننا بنبقى في الشارع، يعني احنا من غير ما يعني علشان ننجز الحاجه بشكل اسرع واسهل، او يمكن ده الفرق بين يعني عامل السن برضو بيفيد في الحكايه دي، بتبقى حركتنا اسرع. يعني انا عايزه اعمل حاجه في مستشفى اكس، بركب العربيه واروح لها بسرعه، اسهل من ان انا اقعد اخاطبهم بفاكس ولا ايميل ويبعتوا ويردوا عليا وكده. فوجودنا في الشارع بلس بقى انه في زمايلنا الاطباء الشباب وكده، يعني لما بيشوفونا الحقيقه انا هتكلم عن نفسي، هم بيشجعونا جدا، بيتواصلوا معانا بشكل قوي جدا، بيقولوا لنا افكارهم وبيساعدونا اكتر ان احنا نكمل المهمه اللي احنا جايين لها. كان وزاره الشباب كانت نظمت ندوه كده للتواصل مع شباب الباحثين وانا كنت فيها. يعني انا فعلا كنت مبهوره جدا بانه كان في كتير قوي من اطباء الشباب ومن الصيادله الشباب ومن شباب الجامعات والباحثين، وكانوا بيتكلموا معايا عن رؤاهم في الصحه، وانا كنت برد عليهم بالحق وكده، ويعني اللي انا شايفاه وايه اللي موجود وايه اللي قابل وايه اللي احنا بنعمله كده. حسيت ان هم متفاعلين جدا، واغلبهم قال لي انهم شافوني في اماكن، احنا شفنا حضرتك في مستشفى القرنه، احنا شفنا حضرتك في مستشفى مش عارفه ايه. فيعني وجود في الشارع بيخلي تواصل. بتروحي بقى تعملي مرور مرور ممكن نروح علشان ملف معين، زي ملف الخبير ده، بروح بطمن ان المستشفى فيها التجهيزات اللي الخبير عايزها، ان العيانين العياده التحضيريه شغاله، بتواصل مع مدير المستشفى لو عنده اي عقبات بحاول اذللها له وبحاول اسهل له، لو في حاجه في الروتين اقدر اساعده فيها اسهلها له. صلاحياتك منقوصه يا دكتوره رنا، يعني انا شايفه انك متحمسه بس كل حاجه تقولي لو اقدر لو اعرف. مشكلتك فين؟ مشكلتك في السيستم، ولا مشكلتك في نقص الامكانيات، ولا مشكلتك في ان الناس هناك مش متعاونه، ولا مشكلتك في الحاله المهترئه اصلا بتاعه المستشفيات؟ مشكلتك فين عشان نقدر نقول ان احنا خلاص النقطه دي كده كده مش هينفع انت تنزلي والوزير ينزل وكل بقى الطاقم الاداري ينزل، فما دام حضرتك نزلتي خلاص انت تجبي بقى الجميع. انت نزلتي عملنا ايه عشان نخلص من المشكله دي؟ بتبقى مشكلتك فين عشان تقدري تقولي انا خلصت القصه دي؟ بصي، هي مش مشكله صلاحيات قد ما هي مشكله روتين، الروتين بتاع الحكومه. طب ما انا معايا معاون الوزير. ما هو ما فيش مشكله، في قوانين حاجه في اعلى من الوزير اللي هو قايل لك اصلا تصرفي. طبعا ومع الوزير على فكره بيدي كل الدعم، يعني بتليفون الموضوع بيخلص في الاخر، في قوانين، في لوائح، في ورق معين بامضاءات معينه لازم تخلص. انا بقى اللي بعرف اعمله ان انا اخلي ده يبقى ماشي اسرع، ابقى انا كده عملت مشينا على القوانين واللوائح وكل حاجه عشان يعني نبقى ماشيين قانوني ورسمي وبطريقه مش صحيحه يعني، وفي نفس الوقت سريعه. لكن احنا نستنى بقى ان احنا نبعت جواب ده الشباب وفهران الشباب والشباب نعمل ايه يغير له قانونين ثلاثه كده وهو في الطريق يقول ده هنعمله ده يلا ندخله. حاجات كتيره بتتغير فعلا. دي في حاجات فعلا بتتغير، منها وجودنا حضرتك. يعني احنا وجودنا، لو احنا فكري حضرتك ان احنا لو كنا دخلنا من سنه ونص ما اثبتناش ان احنا يعني ما اثبتناش ان احنا قادرين على تحمل المسؤوليه دي او قادرين ان احنا نعمل فرق، ما كانتش الفكره استمرت، ما كانوش نزلوا دلوقتي قرار رئيس الوزراء الجديد بتعديل وتلافي سلبيات القرار السابق، بانها مثلا حطت الهيكل الوظيفي المظبوط وحطت الجوب ديسكريبشن او التوصيف الوظيفي المظبوط وكده. فمعنى كده انه الدنيا بتتغير. عندنا احنا في الصحه الدنيا بتتغير بشكل سريع، في الوزارات الثانيه الدنيا بتتغير، ف ديفنتلي كل حاجه ما بتتغيرش في يوم وليله، بس كل حاجه يعني في طريقها ان شاء الله. اكيد. اخر مره اشتغلتي في شغلك انت شخصيا امتى؟ يعني شهادتك ولا وقفتي خلاص الدراسه لان عندك شغل اداري؟ لا، هو انا اصلا طبيبه تحاليل طبيه امراض دم، ومعايا ماجستير في الطب، لكن من بعد ما خلصت الماجستير بتاعي وانا بشتغل في سلك الاداره، وخدت شهادات في اقتصادات الصحه وفي اداره الاعمال وفي اداره المستشفيات وفي اداره الجوده الشامله. فانا بشتغل في سلك الاداره من سنه 2007، فيعني بقالي وقت طويل.
وهو ده شغلي وهي دي حياتي وبحبها، يعني ربنا يعني يا ربنا يعني يوفقني فيها. ادعي اكيد لي ان شاء الله يا رب. بندعي لك وبندعمك كمان انت وكل المعاونين اللي معاكي. بس عايزه اختم، قبل ما اختم معاكي دكتوره رنا، عايزه اعرف التجربه دي هنقول انها نجحت ازاي، وهنقول انها بعد الشر ربنا يبعد عنها عمرنا ما هنقول انها فشلت. انا واثقه فيكم وواثقه في حماسكم، بس هنقيمها على اساس ايه عشان ننتقل للمرحله اللي بعدها، وانتم متوقعين ايه تكون المرحله اللي بعدها؟ الحقيقه بقى ده موضوع حضرتك فتحتي موضوع مهم جدا، انه اقل وقت ممكن جدا جدا انه المنظومه دي محتاجه اليات لمراقبه عمل معاوني الوزراء بشكل منطقي وموضوعي، وتقييم لعملهم علشان حتى احنا نعرف نبني نفسنا، يعني نعرف ايه السلبيات بتاعتنا ونطورها. ده بيحصل على شكل شخصي مع معالي الوزير، يعني كل معاون جنب الوزير، طبعا الوزير قامه وقيمه وعنده علم في الاداره، فيقدر يقول انت سلبيات كذا حاولي صلحي ده كده. لكن المفروض ده يبقى في شكل منظومه زي KPIs كده، زي انديكيتورز، مؤشرة للأداء، بحيث ان هي تقدر تحكم على المعاون ده هل اكتسب قدرات جديدة، هل طور من قدراته خلال الفترة دي. اللي انا متخيلاه للفترة اللي جاية هو الحقيقة مش باين للأسف، يعني ده حاجة واحدة من سلبيات انه مش باين، لكن اللي متأكدة منه اني اكيد الخبرات اللي اكتسبتها هتؤهلني لاني لما امسك منصب قيادي اخر اكون على قد المسؤولية. فاكيد رنا دلوقتي مش هي بتاعت سنة ونص فاتت. ميرسي يا دكتوره انك جيتي لنا النهارده. شكرا، ميرسي جدا. ميرسي لدكتور محمد انكم جيتوا لنا النهارده. شكرا لكل مشاهدينا اللي تابعونا، ويا رب لما بنفضل نقول الشباب 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 ما تكونوش بتزهقوا. اديكم شايفين نماذج اهو من الشباب منوره في الاماكن اللي هي موجوده فيها. كان معانا النهارده دكتور محمد فاروق معاون وزير البيئه، ودكتوره رنا زيدان معاون وزير الصحه. شكرا لكل مشاهدينا النهارده اللي تابعونا، وان شاء الله نقابلكم بكره، مش بكره، نقابلكم الاسبوع الجاي وحلقه جديده وتيجي نبنيها. هنفكر مع بعض ازاي نبنيها مع بعض. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.